صحافة زيكو اليوم قال لك اسيدي فوزي لقجع بغا يستولي على لاكاف مرة ثانية وبغا يدي لاكاف ومنه وهما عايشين بمؤامرة. هذا الانسان هذا بعد رفيق وحيد اللي كان هضر واحد الوقيته وقال لكم الماتش ديال اتحاد العاصمة ونهضر بركان غادي يتعاود ونهضر بركان ما غاديش تفوت لافينال وما تلعبش ولعبات لافينال ومشات وراهم دخلوا في العام الجوج ما شفناش الماتش غادي يتعاود. هذا الانسان هذا سمعوا لي واش قال وغادي نرد عليه. يوم 10 أكتوبر في كينشاسا أو قبلها بأيام راح يكون يعني صراع كبير على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يزيد سمعوه وغادي يردوا عليه اليوم. خطة خبيثة اسمع. يحضر لها المغرب عن طريق العضو البارز في الكاف فوزي لقجع من سمعوا أجل هذه إحداث خطة خبيثة. تغييرين اثنين على مستوى القانون الأساسي للكاف، وقد دفع بأربع. هذه خطة ذكية ماشي خبيثة. أنا كيف نفسر له هذه الخطة اللي قال عليها غادي نفسرها له وهو راه هضر عليها من راه هضر عليها غير بالفن وما بغاش يعني ما بغاش زعما يوصلها ديريكت. هذه شوف كان هذاك ديال اتحاد شمال افريقيا بغاو يديروا واحد مع الرئيس ديال الاتحاد المصري هذاك علام وفيها وصادي وكل شيء وموتسيبي كانوا بغاو يدخلوا معاهم تا موتسيبي. جا القجع حقه بغاو يبدلوا القانون هو ابو ريده وكل شيء باش يرشحوا ابو ريده لانه موتسيبي ما خدمش الكره الافريقيه بكل صراحه ما خدم والو موتسيبي خضره فوق طعام. وفي الاخير الاجتماع اللي كان جراه في الكونغو جوكوا ولا فين جراه ما تفاهمش مع اصحابه داروا فيه كل شيء وبقى بوحدو يعني ما غاديش يقدر يترشح العوده الزوجه هذه يعني جراو عليه. وهذا ما كان لا خطه لا والو. انت يا سي رفيق لو كون جيت تفهم الخطه انت بغيت تسبق لها بغيت دير خطه جا هو دار لك كونتر خطه من الاخر يعني ما تبقاش هنايا تبكي عليا ودير عليا الدراما ديالك العوجه لانه انا راني عارف كل شيء وساكت. ومن بعد غادي نقول لكم شكون هو رئيس الاتحاد الافريقي. زيد نوريوك هذه الخطه هذه. اتحادات إفريقية هي الجابون الكومور واه. النيجر وموريتانيا، وقد عنده كاع المعلومات عليهم عليهم مسكين هذا صحاب لي خط. وزيد اسيدي اقتراحا رسميا وتم تسجيله في جدول الاعمال الجمعيه باش يبدلوا اللاج باش يبدلوا هذاك في ديال كينشاسا يوم 10 زيد. اكتوبر. ويتعلق الامر بالغاء عامل السن اللي هو 70 سنه من اجل تولي منصب في المكتب التنفيذي للكاف او رئاسه الكاف. الغاء الترشح لعضويه مجلس الفيفا عن طريق الجروبمون لينغويستيك، يعني يقول هما في المقترح تاعهم انه من اجل يعني التواجد في الفيفا تكون انتخابات على مستوى الكاف، يعني بغض النظر على هو زيد الانتماء اللغوي للاتحادات. هذه الخطه هذه عندها خلفيه اللي هي انه هناك تكتل بين فوزي لقجع، هاني ابو ريده، واحمد يحيى من موريتانيا. لماذا هذا الثلاثي؟ لانه هاني ابو ريده المصري اللي هو في لافيفا اللي دو فاكتو بيان سور في الكاف هذوك يحلموا فات 70 سنه، وبالتالي انه ماحش يقدر يكون على مستوى الكاف، ممكن يكون في لافيفا ولكن الخطه انه هي ازاحه موتسيبي من رئاسه الكاف ولازم لهم بديل. البديل هو هاني ابو ريده لكن عامل السن ما يخدموش. الغاء عامل السن هو الهدف منه فتح المجال لهاني ابو ريده حتى يتولى رئاسه الكاف ومن هو رئيس. هذه الخطه اللي يحكي عليها والدراما اللي يحكي عليها كان لا خطه لا والو. الناس خدمت بكري. الناس قبل ما دير اليوم تحالفات ودير لي لوبي وكذا منا خدموا عليها بكري. حنا جينا بغينا نبداو بشمال افريقيا مع من تونس ما كايناش. مصر هذاك ديال رئيس الاتحاد المصري جمال علام غادي يجريو عليه وغادي يجيبوا رئيس الاتحاد المصري خرج جديد. ديال ليبيا هذاك عنده حتى 2027 عنده 4 سنين راه قاعد في لاكاف حتى 2027 عنده حق يدير. وهذاك المنصب هذاك ديال شمال افريقيا اللي في لاكاف ما عنده حتى منفعه من الاخر. دروك القجاع والمغرب خدموا عليها بكري. السياسه يعني البلدان الافريقيه كامله معاهم خدموا على الطريق بزاف. احنا ما عندناش انا بوحدنا انا ما كاش دوله. انا يجيبوا لي الضحك انا نبغيش مرات نتعصب ويجيبوا لي الضحك. اما ما غدير تحالفات انت وجنوب افريقيا هو موتسيبي شطحوه وغادي يمشي صافي من الاخر. ما عاقب ما دار حتى شي حاجه ما خدمش كوريكت ما خدم بزاف الملفات اللي رماهم. انت راه واجعتك اخويا رفيق ونبغيك وترشق عليك ولكن شي مرات تبغي تقلب لنا الاخر ديالنا الراس ديالنا وحنا نفهموا. يعني انا ما تقلبليش راسي. المره اللي فاتت نهار اللي تحديت قلت لي الماتش غادي يتعاود وغادي نغلبوا يجيبوا لنا اتحاد العاصمه وماتش يتعاود في بلاصه اخرى. قلت لك ما يتعاودش من الاخر وتعاود ما تعاود. درك عاود جيت خرجت تهضر لنا ما كان لا خطه لا والو.
القجع خدم على بلادو بكري، السياسة خدمت على بلادها بكري، هذه إلا ثمار. الكاس إفريقيا الجاية عنده في المغرب، كاس العالم 2030 عنده في المغرب، كاس إفريقيا كاس العالم ديال السيدات ما شاء الله 5 مرات على التوالي عندهم، كاس إفريقيا ديال السيدات اللي غادي تجرى في 25 في الصيف في المغرب. يعني بالله ما تبقاش غير تبقاوش غير تهضروا باش تهضروا، ما تبقاوش غير تهضروا باش تهضروا. الاجتماع ديال مارتن دار في الرباط، يعني راه الاتحاد الافريقي يكون في الرباط. علاش؟ لانه تماك غادي تكون القرعه ديال كاس افريقيا ديال السيدات، تكون الافتتاح ديال الملاعب ديال الرباط وديال الدربي ديال الرباط وديال طنجه اللي غادي يكونوا تحفه قداش. يعني الناس يخدموا، الناس ما جاوش وحطوا من السماء. عام ونص تقريبا، عام، روح شوف الملاعب كي ولاو بايدي مغربيه، الناس تخدم وساكته وضاربه الطم. انتوما نهار وانتوما ما خرجت هضرت لنا على الاحداث ديال مولوديه العاصمه، وقلت لنا واش تصرى في الملعب ديال مولوديه العاصمه، وحكيت لنا كيفاش وصلت الاحداث حتى الكليموجين والضرب والجرح والروينه والموت والاقتيله. علاش ما هضرتوش عليها؟ تجي هنا تكذب عليا، تجي تقعد لي في البلاطو دير 2 دقائق تبقى تحكي لي انا هذوك الحكايات الخرافات، لانه انا نعرف الجمهور، كاين الجمهور ما شاء الله اللي يعرف، كاين الناس اللي عندها اذكياء وتعرف. هنا ما عندنا والو في افريقيا، ما غير جنوب افريقيا. واش ما عندنا نص نبقاو نحسبوك النصوصه ديال الدول. يعني الناس وصلت لمستوى عالي ما شاء الله، الناس يحترمهم العالم لانهم في الكره في الرياضه طلعوا بلادهم للسماء. والرئيس الاتحاد الافريقي نقول لكم واحد 20% ابو ريده و80% كاين واحد اخر، واحد الانسان اخر، وهذاك الانسان ما باينش كاع، حتى واحد ما راح عارفه، ولا هذاك هو اللي نقول انا هو اللي غادي يكون رئيس الاتحاد الافريقي، ماشي ابو ريده. الناس اللي غاديه في ابو ريده غير غاديين في ابو ريده. كاين الناس اللي ما فاهماش صحاب لا ابو ريده، ابو ريده روحوا مع ابو ريده. المهم نخليكم مع ابو ريده، ومن بعد غادي تنفاجئوا بالرئيس الاتحاد الافريقي الجديد. انا ظنيت ماشي ظنيت، يعني انا عندي احساس كبير اللي ماشي هو. علاش؟ لانه ابو ريده مصر اصلا ما راكم عارفين، مصر الا دخلتها البلاد رئيس الاتحاد الافريقي تولي ترون، والمهم مشاكل كبيره. المهم القجع عارف واش راه يدير، وانتيليجو ذكي، خدم على هذا الشيء بكري ماشي اليوم. انت الى الجمعات جاي باغي دير لي تحالف مع رئيس الاتحاد المصري، ولا دير لي تحالف مع واحد في تونس، ولا مع قدوره، ما ينفعوكش. وهذاك ديال رئيس الاتحاد المصري هذاك ما ينفعكش. جمال علام هذاك اصلا باغيين يجريو عليه، باغيين يجريو عليه من الاتحاد المصري. هذاك ما يدير والو. هذاك دير معاه لوبي باش زعما تدخل معاه موتسيبي وترونها، ما تقدر دير والو. موتسيبي اصلا بقى بوحدو من الاخر. كاين هذاك ديال السينغال وديال نيجيريا وديال كل شيء راهم مع المغرب. هان ما نصدعوش راسنا. نتوما دروك حصلتوا حصله وراكم تدوروا تسلكوها، وديما ترميو اللوم على اتجاه، وديما المغرب. رافق واحد نتمنى منك تهضر لنا على الاحداث ديال مدينه العاصمه، نتمناو منكم تهضروا لنا على شي حاجه في البطوله اش ما راش تمشى. ما تخلعونيش انا تقول لي جبت الفار ودير لي بطوله بدون جمهور، بطوله تلعب في الطابي، بطوله الملاعب ما كانش. نخلعتو بجوج ملاعب درتهم مسقفين، فين الملاعب الاخرين؟ فين الكازو ديالهم؟ هذا هو الحقيقه اللي خصنا نهضروا عليها. ما باش تجي انايا تكذب عليا والماتش ما يتعاودش، وقلت لك انا الماتش ما يتعاودش، تحديتكم وهيا نهضت بركان داخله المجموعات. وكاين بزاف صفحات مازال مساكين شي صحفيين مسكين بردعين صحاب الامريكان، ما تبقى قلعوا لها الخريطه. هي راه غير دور تمهيدي يا جماعه الخير، هذا دور تمهيدي، وراهم لعبوا اصلا بانوي ما لعبوش تا بلا كاف. الناس والله العظيم ما فاهمه شي حاجه، ما فاهمينش ابجديات كره القدم، ما عارفينهاش. تريكوها في هذا الدور ديال التمهيدي ما يهمش تلعب اي تريكو. دور المجموعات تكون هضره اخرى. في دور المجموعات من يترسم التريكويات كاملين ديال الفراقي وما عندكش حق تبدل التريكو، تما هضر. نتوما سابقين فرحانين تبندلوا، راني قاعد داير لكم لي كابتور وداسكم عندي. والله القسم نهار يكملوا، نهار يدخلوا المجموعات، ونهار ان شاء الله ديمارو في المجموعات غادي نجبدهم لكم. علاش؟ بخليكم هكا نخمم فيكم. ناس نشوف انا هاد الناس هادو باش راهم علاش راكو شوف الكذوب ديالكم الطبالع طحتوا في واحد المنداف، لانه كل كذبه راه راني داسها لكم باش نهار نقبضكم نشطبكم بالواحد.
نعرفكم ما تدوروش في السوشيال ميديا. المهم راه الاتحاد الافريقي رفيق وحيد راه مقلوب عليك الكفاره ماشي ابو ريده، وخلي هذاك الجمل راقد وخليها ابو ريده. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم الى فيديو اخر ان شاء الله.